طيب في الفاصل كنت بحاول أعرف برضو حيثيات قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني. وكلنا عارفين الفترة الأخيرة كانت في شكوى رسمية تم تقديمها من النادي الأهلي، وبالأمس كان في اجتماع مهم جدا للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي للنظر في عدة شكاوي وتقارير خلال الفترة الأخيرة. كانت من ضمن الشكاوي المقدمة أمام لجنة الانضباط شكوى النادي الأهلي فيما حدث من تجاوزات في مباراة الهلال السوداني. يمكن على مدار الأمس واليوم بتواصل مع المصادر عشان نعرف إيه أبرز القرارات، ولكن الإجابة الرسمية التي تلقتها منذ قليل أن لجنة الانضباط اجتمعت بالأمس وأصدرت قراراتها، ولكن تم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي للأمانة العامة. المسؤول عنها بالتأكيد السكرتير العام فيروني مبومبا، وفي التوقيت المناسب سيعلن الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القادمة القرارات الرسمية الخاصة بشكوى مباراة الأهلي والهلال السوداني. دي معلومة رسمية تلقتها منذ قليل من رامون هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي. قال اجتمعنا بالأمس، تم مناقشة كل الأوراق والملفات، تم اتخاذ كافة القرارات، ولكن الإعلان الرسمي سيكون من قبل الاتحاد الإفريقي وتم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ننتظر الإعلان الرسمي أعتقد خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل أن كانت في شكاوي أخرى في ملفات تانية مهمة جدا لا تقل أهمية عن شكوى مباراة الأهلي والهلال السوداني. لجنة الانضباط اجتمعت وبحثت بالأمس وتم إصدار القرارات وإرسالها إلى الأمانة العامة، وسيعلن الكاف القرارات خلال الساعات القادمة لكل وسائل الإعلام، وبالتأكيد هنتابع هذا الملف خلال الفترة اللي جاية. دي كانت نقطة مهمة جدا. انتوا عارفين دايما بنحب يكون عندنا السبق ونعرف جمهور النادي الأهلي الأخبار المتعلقة بمشوار الفريق محلي وإفريقي خلال الفترة الأخيرة، فدايما الحمد لله بيكون عندنا السبق في موضوعات عديدة، ومن خلال متابعتنا لكل الملفات في الفترة الأخيرة دي آخر حاجة وأبرز حاجة، عشان لو على السوشيال ميديا في كلام كتير، ده الكلام الرسمي اللي وصل لي منذ قليل.